اجي تفهم حقيقة ما وقع. ما تقولش لي انا فهمت، لا فهمتي شيء، غابت عنك الاشياء. شنا اشنو وقع واشنو جاري هاد اليومين، وهذا الشيء هو اللي باغين الاعداء ديال هذا الوطن، وهذا الشيء هو اللي خايفين منه. راه ما تجوش لوموا لي الشباب ولا شنا في صوار شنا عباد الله، ناس عندهم اعاقه، وواحد عنده رجل، وواحد غادي يحبق وغادي عاطي راسو للبحر، كانه تفتحت لي الجنه، كانه هارب من جهنم وغادي للجنه، كانه رحنا صافي رحنا دوزنا الحساب وتحاسبنا وغادي للجنه، غادي من الصراط. شي حاجه غريبه عجيبه، وغتفهم شي حوايج اللي ربما ما فهمهمش، حيت جات مع الخطاب ديال جلاله الملك. هاد الشباب الاخوان اللي كتشوفوهم غاديين، كاين اللي قصير، كاين اللي عنده استثناء عباد الله، عشاف الناس غادا وتا هو غادي. مشاهد كنشوفوهم كانك داكشي ديال سوريا ولا ديال، قال لك اسيدي هادشي هذا مقصود، هادشي هذا مخطط له. شكون اللي خطط هادشي هذا؟ شكون اللي دار هادشي هذا؟ قال لك اسيدي هادشي هذا دارتو هاد القوم ديال بني لا ما نكملها، هاد القوم اللي دايرين المشاكل فلسطين ومحتلين فلسطين، قال لك هما اللي داروا هادشي هذا سيدي، قال لك هما اللي خطوا هاد البلان، قال لك هذا تخطيط ديال هاد القوم ديال بني لا ما نكملها. حيت اسبانيا راك كتشوفها مضامنه مع فلسطين، العكس الحكام ديال العرب، العكس الحكام ديال المسلمين. شي حاجه اللي دارتها اسبانيا ضد هذا القوم مضامنه مع فلسطين ما داروهاش الحكام ديال العرب، ما داروهاش المسلمين. قال لك هذا الشيء هذا سيدي، يعني هذا الشيء اللي نايض، هذه الفتنه هذه وهذه الهجره الجماعيه، قال لك وراها هذا القوم بني لا ما نكملها، حيت باغيين ينتقموا منها، يعني وجاو للحيط القصير واستغلوا العقول ديال الشباب. يعني المغرب وهاد الشباب كتشوفوا شنو دايرين، ماشي دابا غير الشباب عباد الله وخيل عباد الله، والموتور والهيكل والساس غادي مهاجر. ملي كتشوف ام جاره ولادها وغادا، ايوا فين هي الدوله؟ والدوله راه هي الام. ملي ولاو الامهات ديالنا اللي خاصهم ينهيو الوليدات، يقولوا لي من هذا الشيء راه خايب، لا راه غتموتوا في البحر، لا بقاو في بلادكم، لا هما غاديين. الامهات اش بقى اللي تشوف الام غاده؟ الصوره، شاهدوا الصوره، هانتوما شاهدوا هنايا كتشوفوا هذا راه هز الميزان، يلا هز الميزان، هز يلا جمع السلعه ديالك الكروسه نتيوها، يلا جمع عليا، يلا جمع هذا راه القيد عليا، كيقلب الكراس عباد الله. حنا عارفين علاش الشباب، وهذا غير قليل من كثير. كتشوفوا هذا راه المخزن كيقلب العباد الله الكراس، يمشي عند الشباب، شباب عنده 20 عام دافع كروسه باش يجي الدوله ولا الامن ولا المخزن يشجعوا ويدير ليه بلاصه ويتعامل معاه مزيان ويحمسوا، لا هو كيجي كيقلب ليه الكروسه وكيدي ليه الكروسه وكيشعلوا وكيجعوا. راه المخزن ديالنا راه مريض، كونوا واقعيين. يجي المخزن قيد راه يعني من المفروض خصك تصلح ماشي تفسد. احنا عارفين الاساس هاد الشباب علاش يسمح في الوطن، كلشي يسمح في الوطن غير هكاك. واش كاينه شي حاجه ما احلى من العسل؟ ما يمكنش. ما كان شي حاجه احلى من العسل كتبوها لينا في التعليق، عبروا على الراي ديالكم. حنا دايرين هاد اللايف باش نتحاوروا، باش نناقشوا، باش نتكلموا، باش نحطوا النقاط على الحروف، باش نمشيو للداء، نمشيو للاساس ديال المرض. منين جاي هاد المرض؟ منين جاي المرض؟ وكتشوفوا المسؤولين صمون بكمون جالسين كيتفرجوا على عجبهم هاد الشيء. وسمعنا ترويج واحد اخر قال لك سيدي يعني الحكومه ديال الاسبان عجبها هاد الشيء، وهي اللي بغات الشباب يجيو، بغات الشباب ومن حقهم. الشباب ديالنا حنا ملي كيوجد وكيتقاد وملي يعني تحتاجوا الدوله تستافد منه كيمشي كيهاجر، كتستافد منه دوله واحده اخرى. علاش الشباب ديالنا حنا ما يستافدش منه الدوله ديالنا؟ علاش حنايا الشباب ديالنا ينتج هنا ويطلع البلاد ديالو؟ ولكن العكس صحيح، البلاد ديالو كتهينو، كتحقرو، كتقلل منه، حتى كتعمل ليه البصيره. اش غادي يدير؟ يمشي يبيع القرقوبي، يمشي يبيع المخدرات، من هذاك الشيء حرام. ما نبغيوش الشباب ديالنا يمشي يكريسي ديال الناس، الجريمه نمشي للحبس. ما كنبغيوش الشباب ديالنا هكاك. داك الشيء هذا اقسم بالله الا كتحملوا المسؤوليه، الا كتحمل مسؤوليه الدوله ديالنا، المسؤولين ديالنا
هما اللي كيتحملوا هذا الشيء هذا، وهذا الشيء هذا غادي يتحاسبوا عليه غدا امام الله، حيت نتوما اللي درتوا هذه المشاكل، حيت نتوما اللي الشباب والناس ضاقت بهم الدنيا. خيل معايا، راه المغرب كامل، شوفوا كازا ومراكش، راه المغرب ربما من طنجة حتى للكوفة كأنه المغرب كله غادي يهرب باغي يمشي لبرا. واسبانيا فتحت لهم الحدود وفتحت لهم الباب، قالت لهم اللي بغى يجي مرحبا، والخصوص هي كتغربل، كتختار غير الشباب، شباب يعني اللي واصلين مهيئين مقادين مصوبين، وغتشدهم سيدي اسبانيا تستافد منهم، يخدموا في الفلاحه، يخدموا في الزيتون، حيت هذا العام اللي داز راه يعني اسبانيا ما لقاش الخدامه، ما لقاش ايد العامله، ما لقاتهمش، كتخلصهم ما كتضيعهمش، كتعالجهم بالمجان. هما حيت عندهم الصحه هي كل شيء، كتمشي للمستشفى كيعالجوك كيداويوك. الصحه بالعكس عندنا هنا في هذه البلاد راه حنا مغلغلين، راه واصله لينا، راه حنا هادشي كنعيشوه، ما نلقاش حتى نمشي، ولكن لا، ما نلقوش بانفسنا الى التهلكه، هادشي ما بغاش الله، ولكن راه ليك تحمل المسؤوليه. دوك مازال شباب مراهقين، عنا شنا دابا اباء وامهات عيب الله جارين ولادهم وغاديين، كاين اللي طايحه من الفوق حائط ناهض على راسها من تما للقبر، كاين اللي ميت البحر جارين جثه هامده، كل غيتحمل المسؤوليه ديالها. المسؤولين ديالنا ما مسوقينش، عايشين العالم ديالهم ديال الانتخابات، كيهضروا بهذاك الشيء ديالهم ديال الانتخابات. الماتش البارح لاعب ديال العيالات، ما مسوقينش السهرات عباد الله، السهرات. واش هذا هو الحل للشباب؟ واش تخدروا الشباب بالسهرات؟ واش هذا هو الحل النظر ديالكم؟ اش من نهار ما نبقاوش نشوفوا الشباب يهاجر الوطن ديالو، ولكن راه من حقهم عباد الله يهاجروا هذا الوطن. فين هو هذا الوطن؟ اش من وطن؟ الاسم ديال الوطن. واش ملي وليتي كتشوف انت كيجي واحد اجنبي غير الافارقه ما لقاوش حتى ما ياكلوا حتى في البلادات ديالهم، وجدتهم عندنا ودرتوا لهم الشان، عطيتهم الحقوق ديالهم الكامله، وانت مغربي وليتي لاجئ في البلاد ديالك، تهان من طرف الشرطه، من طرف الامن، تمشي للمستشفى يجيبوا لك السيكوريتيين مقطعين كيقرقبوا، ولا ما عرفش تيهضر معاك، الاسلوب ديال الهضره هضر معاك هو يتنفخ كانه المستشفى ديال بوه ولا وارثو على جدو. حنا كنديو ولادنا وكنديو الازواج ديالنا، كناخذوا شراحتنا، كيصيفطوك مهلوك عرقان سقفان. مهم الاخوان، راه كاينه شي حاجه ماشي هي، عرفنا الاساس، عرفنا المرض منين جاي، المرض جاي هو من الحقره والاهانه. ما كاينش الشباب فين يخدموا، ما كاينش الشباب فين يقراو، حتى القرايه ما كايناش عندنا في هذه البلاد. والحاجه اللي ما بغاش تصرط لي انا وهو الصحه. علاش نمشي للمستشفى باش نتعالج ما يبغوش يعالجوني؟ علاش ملي ندخل المستشفى انا ما عنديش درويش؟ علاش بقاو يقولوا لي سير دير هاد التحليله ب 40,000، سير دير هاد التحليله ب 30,000، سير دير هاد التحليله هنا، سير دير هاد التحليله هنا. واش عباد الله انا ما عنديش؟ واش مخدمني بعدا؟ واش مخدمني؟ واش كتعطيني السوماج للشهر باش تطلب مني هاد الشهاده؟ راه هادشي علاش هاد الشباب غادي مهاجر. اسبانيا حدانا، فرقنا بيننا ما بيننا وبينهم والو. ها كتمشي كتعالج بالمجان، ما كيقولش واش عندك من تخلص ولا لا. كيشوفوا فيك كمريض يعالجوك، ما كاينش عندهم لي سيكيوريتي. علاش هذا ما عندهمش سيكيوريتي عند الباب؟ انا اللي مرضني هو داك لي سيكيوريتي عندنا في هذه البلاد، ما كنحملهمش شي حوايج راه يخلوك توصل لواحد الدرجه راه ما تدخلش لك لعقلك. واش حنا هاد المستشفيات ديالنا علاش عباد الله بنادم ما يتعالجش فابور؟ عباد الله علاش بنادم ما يتعالجش فابور؟ عباد الله ما تقولش دير التحليل وديرها انت، انا لا ما عنديش. تخيل انايا هنا في هذا المستشفى ديال مدينه الخميسات، بنتي جابها راجلها باش تولد في الليل 12 ديال الليل. تخيل جيت والبرد، راجلها مدخلين ولداخل مدورينو بحال عصابه، مدورينو واخدين ليه لاكارت، قالوا لي الزوجه ديالك خاصها تمشي تولد في السويس. مع الداخل لقيت بنتي مليوحه ليا كتقطع الخلق مستشفى قداش هما هي لاحينها في الساحه كتقطع تما بوحدها، ماشي دخلوها من البرد ولا لا لاحينها. قلت لي ما علاش مليوحه هنايا؟ واش هاد المستشفى مالو؟ حقا قال لك راه ما كاينش طبيب. مع مداوي انا مع لي سيكيوريتي شي 4 ولا 5
هما اللي دايرين لي المشاكل. قلت له فين هو هذا الطبيب؟ بالك ما كاينش. قلت له عطوني النمره ديال الطبيب نصوني عليه. قال لك لا راه ما عرفت كيفاش ما كانش طبيب. واش قلت لهم هذا المستشفى قدو بحال هكايا عامر بلي سيكوريتي ما فيهاش طبيب. ايوا هذيك اللي كتقطع تما كل غادي يولدها، ولا جا واحد مضروب ولا شي كسيده وقعت ولا شي حاجه كيفاش ما كاينش طبيب. تقول غتعالج انت اللي سيكوريتي؟ قال لك انا ما تنفخش عليا. قال لك انا غير اللي سيكوريتي. قلت لي انت غير اسكت، لاش خارج عندي كدير هنا؟ اعطيني نمره الطبيب ولا شي حاجه. انا علاش خارج؟ علاش كتهضر معايا؟ هما اللي شادين للسيد المسيب ديالي لاكار، واللي صابوني كندوي صحيح وكندوي في القانون. قلت لهم عطيني غير النمره ديال الطبيب وعطيني كنغوت بالجد. عاد داروا معايا الحل وقالوا لي تخلص ديك لابينار 6000 ريال وشادين لي لاكارت وكان غادي يخلصها. وفي الاخر عباد الله عطاوه سياره اسعاف فابور وزو الدريه بنتي وداوها للسويسي فابور بالمجان. علاش حنا حتى نعرفوا لا صاوب بنادم مكلخ والله حتى يمصوا لك الدماء يمصوها لك. ها منين جاي المرض؟ علاش شوفوا حنا قايد يجي بنادم بلا حشمه يقلب العباد الله كرارس. علاش تقلب الكراسه لواحد شاب؟ العكس، واحد الشاب حمسوا يا عباد الله. انت راه قايد ولا مخزن ولا ما عرفتش شنو انت، حمسوا وشجعوا وحكوا لي راسو وقولوا شكرا ولدي انت ولدي سير لهيه تعامل معاه كالابن ديالك. هاكا نبغي نشوف القايد، هاكا نبغي نشوف المسؤولين، هاكا نبغي نشوف السلطات. ما تجيش عاد ولدي تنفخ عليه ولا تلوح عليه الكروسه باغي يبيع الحلال. اللي تقول لي سير كريسي سير قتل انت كتعمل لي البصيره. هاكا نبغي نشوف وانا المخزن هاكا يتعامل مزيان. خصني شي شاب تقايد شجع ماشي تدمر ماشي تسبق ماشي تقلب لي الكروسه ماشي عنده 10000 ريال شاده مسلفه تجي تحيدها لي انت وديالي الفوريان. راك مجرم ماشي قيد. الحقيقه هي هذه. شوف ولدي عنده كروسه عكس شوف شباب تقايد نزل وشجعوا. قول ها الله يرضي عليك ولدي هاكا ولدي نبغيك هاكا ولدي انت ولدي. الا كان شي بلاصه فرش فيها ما بغيتيش يفرش فيها انت شجعوا. عندك مخازنيه معاك عاون السلطه. انت ولدي فعل كروسه زيد ولدي ليه. انت ولدي اجي ولدي هنا. انت ولدي انت راك امن انت راك مخزن انت اللي تقاد انت اللي تصايب انت اللي تقاد الشباب انت اللي تسير البلاد انت اللي تسير الشباب وانت اللي تتعامل مع الناس. تيجي تدمر لي يا ولدي انا وتدمر ولا مهاجرين غادي الله يحيون في البحر. عاجبك دابا انت الحال دابا انت مرتاح. كنشوف المسؤولين ما كاينش واحد يخرج ولا عطانا شيرات الخير ولا هضر حيت ما عنده ما يقول. عارفين اشنو دايرين. مجرم اللي كيكون داير شي حاجه راه ما عنده ما يقول. ملي كتشدو راه كيبقى ساكت اش غادي يقول؟ عنده ما يقول. هنا غير مقدم كتعطاه شي حاجه كيولي يقول انا ربكم الاعلى. كيدير فيها فرعون كيقول انا هو كل شيء. وتمشي عنده شي اداره على شهاده السكون كاع ما تلقاه وتجي تحط شي اجوره تلقاه حد رجلك. شنو هي هذه؟ نقولوا الشباب مال هاد الشباب. كنشوفوا ناس كيقول لك لا هادشي ما خاصوش يدار. هادشي كيتحملوه الوالدين هادشي كتحملوه الدوله كتحملوه السلطات كيتحملوا من القيد حتى الكبير. حيت ما كيتعاملوش مع الشباب مزيان. على الاقل عباد الله ما عاطينيش خدمه ما عاطينيش عمل. قريتي مشات هكاك هباء منثورا. على الاقل تلقاني داير كروسه تعامل معايا بالتي هي احسن. بالعكس شجعني بالعكس حمس لي الولد ديالي يبيعوا الشري انا احسن. شوفوا كيبيعوا الشري ولا كتشوفوا ديال الاجرام كيقتلوا كيدير عباد الله ولا تشوفوا بحال كوايا ما كيرموا في البحر. راه شنو دوك جوج البنات اللي دايرين ديك العلامه ديك الحركات ديال النصر اللي مشاو لواحد البلاد اللي فيها المستشفيات فيها الحقوق فيها العز فيها الكرامه فيها واحد مشاو لواحد البلاد ما ديرش ما تخافش. العكس عندنا حنا ما دايرش وكيحقروك. دابا غترزق الله غتجيب لقمه حلال. شحال من واحد مدوز الحبس 10 سنين 12 عام ونهار خرج بغا يبدل الحياه ديالو وقال صافي نقلب السيستم كيتلاقى مع مقدقد كيعمر شي كريريسه من هنا وهنا كيجي مع مقدقد كيجي يقلبوا عليه كيخافوش الله. مصائب. انا الولد ديالي والله العظيم شحال مره ناقشت مع هذا الموضوع ديال البوليس ولا ديال يولي شي عاون السلطه كنقول له ولدي ابعد من هذا العالم. هذا العالم ما صالحش. سير اللهم كون شي عسكري كاع الصحراء ولا تجي عدد الناس. ما نبغيكش اولدي انا نشوفك تعدى على شي مواطن ولا تعدى على شي شاب تقلب لي كروس ما نبغيهاش ما يعجبنيش الحال ما ارتاحش ما بغيتش ما كيعجبنيش الحال. شحال من مره
والله ما بغيت يطلع لهذا العالم ديال المخازن ديالو يخرج للشارع ولي تعدوا عباد الله الظلم. هازين ولادهم وغادي نحسن اللهم البحر اللهم ياكلك الحوت ديال الخير. راه هادشي اللي كيبان لك تقابح البلاد يهينك الاهانه والحقره، كتشوف الاجانب كياخذوا الحقوق وانت ولد بلاد ما تعطيش حقك يهينوك. السلام عليكم ورحمه الله.